خلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو ايه اللي ممكن يحصل لو امام عاشور مشي من النادي الاهلي؟ وده سؤال مهم برضه دلوقتي، عشان امام عاشور ماشي من النادي الاهلي، وانا باكد ان هو تقريبا هو كده خلاص هو هيمشي من النادي الاهلي بسبب في حد ما، يعني طبعا كلنا عارفين اسمه بدون ذكر اسماء. ادم وطني قدر ان هو يلعب في دماغ امام عاشور، فبالتالي اول واحد لازم يراجع نفسه كويس جدا في الموضوع ده هو امام عاشور، لان ببساطه لما يرجع بالزمن كويس جدا والذاكره الكرويه تشتغل بشكل كويس جدا، هيعرف ان من اكتر اللعيبه اللي لعبت في المركز بتاعه واللي كلنا بنحبه هو محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه اعتزل في 2013، فالاهلي بعد اعتزال ابو تريكه كسب تقريبا 9 او 10 دوري، وكسب 4 دوري ابطال افريقيا، واضاف عليها كونفدراليه، وطلع 5 مرات لكاس العالم للانديه، طلع منهم 3 او 4 مرات الثالث على العالم. فكل ده حصل بعد اعتزال ابو تريكه. مين اللي جه بعد ابو تريكه؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما مشي الاهلي كسب كام دوري ابطال افريقيا؟ هتلاقي نفس العدد تقريبا، ونفس الكلام على رمضان صبحي اللي هو اساسا مش بيلعب في المركز بتاع امام عاشور، لا ده بيلعب وينج. طيب اسطورة حراسة المرمى عصام الحضري لما مشي من النادي الاهلي هل الدنيا وقفت؟ لا بالعكس، النادي الاهلي كسب 7 دوري ابطال افريقيا بعد ما مشي عصام الحضري، اللي هو يعتبر اسطورة حراسة المرمى في النادي الاهلي، اللي هو بعد ما مشي ما فيش حارس مرمى دخل النادي الاهلي قدر ان هو يسد الفجوة اللي سابها عصام الحضري بعد ما هرب. طيب والنتيجة في الاخر ايه؟ كل اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دول وباستثناء ابو تريكة هم كلهم طلعوا خسرانين، مع العلم ان في لعيبة انا بحبهم شخصيا، لكن في الاخر ادم وطني واحد من ضمن الناس اللي هم عايزين يكسبوا من ورا اللعيبه اللي هو بيشتغل معاهم وكيل اعمال، اشتغل مع امام عاشور كوكيل اعمال، ومن ساعه ما اشتغل مع امام عاشور كوكيل اعمال هو دي نتيجه متوقعه اصلا، لان دي مش اول مره تطلع من ادم وطني، فبالتالي النتيجه المنتظره في الاخر هو حاجه زي دي. محدش يجي يقول بقى ولا متحور ولا تعبان ولا الكلام ده كله. فللاسف ده موقف سيء جدا من لعيب، للاسف هو كان ممتع في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وللأسف الحركة اللي عملها دي ممكن تخليه في الآخر لاعب ضايع خلاص. فإيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية محدش عارف.